سافرت يا باشا، دخلت بلد تانية غير بلدك، يبقى تشوف البلد دي ماشية ازاي وتحترم كل حاجة فيها، سواء دولة عربية او دولة اجنبية. طبعا الدول الاجنبية ليها تفصيلة تانية، ان انت لازم اصلا تكون عارف لغتها، يعني من علم لغة قوم امن مكرهم. انت الدول العربية كده كده بيتكلموا عربي، فانت بالنسبة لك اللغة انت كاسرها خلاص، ما عندكش مشكلة في اللغة. انت بقى لو هتروح امريكا ولا هتروح اوروبا ولا اي دولة اجنبية، ما تقوليش انا رايح اتعلم هناك وامسك كارت كده زي النمر الاسود، وانا اريد مش عارف ايه، وانا يعني ايه، وانا اريد مش عارف ايه. ما فيش الكلام ده. لازم تبقى عارف لغه، وعارف لغه كويس. انجليزي تبقى عارف انجليزي كويس، مش تقول لي اصل انا يا دوبك انا بعرف افك الخط وهروح هناك هتعامل. احنا مصريين يا باشا ونمشي في اي. ما فيش الكلام ده، اكبر غلط. ما تروحش ايطاليا. الجماعه اللي بيروحوا تهريب دول وبيقول لك انا مش عارف جمعت 300,000 جنيه ولا 400,000 جنيه عشان اروح بطريقه غير شرعيه، اروح بمركب تهريب، والمركب دي بنسبه 90% بتغرق وما بيوصلش. انا عايز افهم يعني فين العقليه اللي تخلي واحد يعمل كده؟ هتقول لي اصل ظروف البلد وانا مزنوق. يا باشا مزنوق ازاي؟ انت عرفت توفر 300,000 جنيه ولا 400,000 جنيه عشان تسافر؟ انت متخيل المبلغ ده اللي انت وفرته في زنقه؟ انا عارف ان انت ممكن تكون اتزنقت وبعت وما بعت. طب يا باشا ال 300,000 دول ممكن تقدر تعمل بيهم مشروع هنا يا سيدي. انت مالكش في المشاريع. ال 300,000 جنيه دول يجيبوا لك عقد ولا يجيبوا لك فيزا تسافر اي دوله عربيه وانت باشا، واقل منهم كمان. يعني انت راح تكون لي مبلغ زي كده عشان تنتحر؟ يقول لك عشان ايطاليا بيقدروا العماله والعماله بتكسب كويس، وان انا اقدر اجمع مبلغ وابقى مليونير في مش عارف في كام شهر ولا في سنه، وابقى حاجه تانية. يا باشا ما انت خاطرت بحياتك. انت مفكر ان انت لو مت يعني وانت رايح تهريب لدوله اجنبيه عشان تاكل عيش، انت مفكر ان انت كده شهيد لقمه عيشك؟ يعني مش فاهم انا دماغ الناس اللي بتعمل كده بصراحه. انا ما قلتلكش ما تمشيش وما تطلعش بره البلد لو ده بيك الحال. ارض الله واسعه، انت تسافر في اي حته، بس تبقى انت حاسب الحسبه صح وتسافر بامان، مش تروح تخاطر بحياتك وتدفع دم قلبك كمان